اليوم حوريكم افضل طريقه كيف تطبخوا فيها السالمون ويطلع معكم الجلد مقرمش ومستحيل تنشف من جوا. ما في وقت افضل من دحين ان ناكل سالمون، بالذات انه الاولاد خلاص رجعوا للمدارس ويحتاجوا اكل صحي. ولو تشتروا سالمون اشتروا السالمون النرويجي، لان مياه النرويج بارده ونقيه توفر ظروف مثاليه لنمو السالمون، وده يخليه فريش وغني بالعناصر الغذائيه. وبعد ما بهرنا السالمون حنجيب طاوه حاره ونحط الجلد على تحت ونخليه يتحمر تقريبا 4 دقائق لين ما يتحمر ويتقرمش معنا الجلد بالشكل ده، ونخليه دقيقتين على الجهه الثانيه ونشيل السالمون. جاء الان وقت نعمل الصوص. حنحط الثوم في نفس الطاوه وفوقها الريحان، وننزل الكريمه فوق الطماطم البودره، وعندنا فلفل مجروش واوريجانو ومرقه الدجاج وشويه كمون وفلفل اسود وملح. حنضيف عليها شويه مويه ونخلي الصوص يتسبك، ونضيف عليها جمله البرمجان وننزل السالمون. حنرش من الصوص على السالمون ونخليه يطبخ تقريبا 3 دقائق وكده الطبق يكون معنا جاهز. شويه برمجان وبالعافيه علينا وعليكم. ممكن تزينوها بشويه ريحان مقطع كده من فوق. حتى لما حطينا الصوص لسه مقرمشه. بسم الله نجرب. السالمون طلع فريش وجوسي من جوا ومقرمش من برا، والصوص طلع جدا خرافي مع السالمون. من جد انصحكم تجربوه.